السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة هنعمل العيش في البيت بأسهل طريقة وبمكونات سهلة جدا، وبجد يعني هيطلع معاكي تحفة التحفة، وأولادك وجوزك وأهلك كلهم هيعجبهم العيش اللي انت تعمليه ده العيش الأبيض اللي هو بيتعمل في كل بيوت الفلاحي. بس بطريقة سهلة جدا، وبجد حاجة تحفة وعلى العين من فوق زي ما شفتوا معايا كده في بداية الفيديو. ده كان شكل العيش بعد ما خبزته. تمام. هنا بقى انا حطيت كيلو من الدقيق، عليه كيس من الخميرة الفورية، تمام، كيس واحد بس. وبعد كده رشة من الملح ومعلقة من السكر. دي الحاجات اللي انا حطيتها، تمام. وعجنت بمية، ماهوش برايب ولا اي حاجة، عجنت بمية بس، تمام. وبدأت بقى ان انا اعجن. قد ايه المية مش هقدر ان انا اقولك، لان انا زي ما قلتلكوا قبل كده الدقيق بيختلف من مكان لمكان، فما اقدرش ان انا اقولك السوائل خدت قد ايه. انا بعتمد اصلا مع نفسي في اي معجنات ان انا بنزل بالمادة السائلة، يعني جزء جزء، يعني حاجة حاجة، ما بنزلش كله مرة واحدة، لان الدقيق بيختلف من مكان لمكان. ممكن انا نفس الشخصية اجيب النهاردة من بقال، المرة التانية اجيب من بقال تاني، اجيب من مكان تاني، فبيبقى الدقيق بيبقى مختلف، تمام. بعد ما عجنت العجينه كويس كده وبدات ان هي بتلزق بس حاجه بسيطه، غطيتها وسبتها لحد ما اختمت معايا، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بالشكل دوت. بعد كده هبدا ان انا الم العجينه كده وابدا ان انا اقطعها. مجهزه معايا صينيه كده يعني كبيره، حاطه عليها مرششه عليها كده جزء من الدقيق. طبعا الايد اللي بتتحط دي ايد بنتي الصغيره ما هيش فاهمه، فعماله بقى بتحط ايديها وكده، فاعذروني معلش، اولادي صغيرين، تمام. زي ما شايفين معايا الصينيه اهي، حاطه فيها دي علشان هبدا ان انا اقرص العيش بتاعي. وطبعا هعمله اقراص كده زي ما انتم شايفين كور، وابدا ان انا ادورها كده واحط في قلب، احطها على الصينيه اللي انا حاطه فيها دي. احاول على قد ما اقدر ان انا الاقراص بتاعه العيش اللي انا هعملها تكون الاحجام متساويه، تمام. زي ما انتم شايفين كده بحاول على قد ما اقدر ان انا اساوي العيش كله. بعد ما يعني هفضل اعمل كده لحد ما اخلص الكميه كلها. دي كل الكميه اللي طلعت معايا كام قرص، او هتعمل معايا كام رغيف؟ 33 رغيف، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. كميه حلوه مش صغيره. بكيلو دقيق واحد عملتي 33 رغيف، تمام. بدأت بقى في نفس الصينية بقى حطيت بس كده يعني دي البداية. حبيت ان انا اوريكم انا بفرد الرغيف ازاي، وبعد كده كملت الكميه مع نفسي. بس اهم حاجه كمان ان انت عامله كميه كبيره، فانت غطي العيش بتاعك، ما تبدايش كده زي ما انا بادئه ومش مغطياه. انا هنا بس عملت كده وانا بصور المقطع ده. بعد كده عملت بقى انا مع نفسي كملت، بس كنت مغطيه الاقراص بتاعتي دي علشان ما تنشفش وتشقق وتعمل وش من فوق. بعد كده هتضايقك في الفرد، وهيبقى شكل الرغيف بتاعك بعد الفرد مش قد كده ولا في السوا، تمام. على قد ما اقدر حاولت ان انا افرده شكل دايره كده. عندي صينيه تانية حاطه برضو فيها رشه من الدقيق، وحاطه فيها رشه من الدقيق، وحطيت عليها العيش. بعد كده عشان المساحه عندي فحطيت فوطه على العيش اللي انا حطاه، وعملت كمان دور من فوق، تمام. بعد ما خلصت عندي طاسه حطيتها على النار، طاسه من غير اي مسحه زيت ولا دهن ولا اي اي مواد دهنيه خالص، لا ما حطيتش فيها اي حاجه. حطيتها بس كده، سخنت معايا كويس، وبدات انزل بالعيش زي ما انتم شايفين كده، بنزل بيه زي ما انتم شايفين. بيبدا ان هو بياخد كده، يعني بيبدا ان هو يمسك نفسه شويه. اول ما بحس ان هو بدا ان هو يتشمع ويمسك نفسه، بروح قلبها على الناحيه التانية، وهكذا بقى على الجنب ده وعلى الجنب ده، على الجنب ده وعلى الجنب ده. بعد كده المرحله اللي جايه بيبدا ان هو بينتفخ معايا الاول من على الجناب، وبيبدا في النص كده، وانا معايا على النار كده متابعين. هيبدا ينتفخ معايا الرغيف اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده اهو. يا رب يكون ظاهر لكم. بصوا بقى، شايفين ان هو بينتفخ ازاي؟ شايفين الجمال؟ مفيش احسن من كده. وعلى عين البوتاجاز وفي قلب طاسه اهو، تمام. بشيله بقى وابدا احط بقى الرغيف اللي تاني، وهكذا 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 لحد ما بخلص الكميه كلها. بعد ما بخلص الكميه كلها ببقى انا، يعني انا طبعا بتبقي انت عامله مثلا على عين او اتنين او تلاتة، او مثلا على عين واحده على حسب استخدامك انت ومقدرتك انت، هتقدري تركزي في قد ايه، تمام.
اهم حاجه ان هو بعد ما بيطلع، يعني بعد ما بتطلعيه كده من على النار، ببقى حاطه كده ايه فوطه على قلب في قلب صينيه، يعني ببقى فرشه فوطه كده على صينيه، وببدا ان انا احط العيش عليها واغطيه بفوطه تاني، بس كده زي ما انتوا شايفين. وببدا بقى رغيف ولا رغيف بخلص الكميه كلها، هي ما بتاخدش وقت والله، بس لحد ما بخلص الكمية. وزي ما انتوا شايفين كده ما بياخدش وقت خالص والله، وفعلا حاجة بتعمليها في البيت. هنا انا بوريكم الرغيف ده ان هو ممكن يعني ما يتنفخش، فعادي، فما تقلقيش او ما تزعليش وتقولي لا العيش بتاعي بايظ لان هو ما انتفخش. عادي، ممكن يصادف ان هو فيه قطع من الجنب، ممكن يصادف وانتي بترقيه جزء رفيع جدا، فمش هينفع ان انتي مثلا، مش هينفع يتقسم طبقتين وان هو يتنفخ معاكي، فعادي بتحصل عادي. في اللي بيتنفخ وفي ما بيتنفخش، مش معنى ان هو الرغيف بتاعك ما اتنفخش يبقى الوصفه بتاعتك فاشله، تمام. آم، بس كده. وده بقى العيش بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، يعني طري وجميل وطعمه حلو جدا، وبينفع مع كل حاجه، بينفع مع الاكلات الشعب اللي هي فول طعميه فطار وعشاء وحاجات من دي يعني، والبتنجان والبطاطس والجبنه واللانشون والحاجات دي بيبقى طعمها تحفه كمان. وكمان بينفع ان انت تغمسي بيه طبيخ مثلا لو طبخه اي حاجه، فهو بسم الله ما شاء الله حلو وطعمه جميل. جربيه هيعجبك جدا ان شاء الله باذن الله. بص الرغيف بقى طري معايا ازاي، وان انا بمسكه كده بكرمشه بيتفرد معايا تاني ازاي، يعني بجد كده، وكان طعمه تحفه. جربوها هتعجبكم وهيعجبكم جدا ان شاء الله باذن الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحه والسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.